بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بنرحب بكم في قناتكم يوميات زملكاوي. الشيء الغريب والعجيب ان نادي الزمالك ما فيهوش فلوس، ما فيش صفقات، ما فيش لعيبه، ما فيش مدرب، ما فيش اداره. الحاجه الوحيده اللي موجوده هي جماهير نادي الزمالك المخلصه والوفيه اللي واقفه ورا فريقها لاخر نفس ولاخر لحظه. وفي وسط كل الازمات وفي كل المشاكل دي وهروب جوميز وجروس اللي لحد دلوقتي مش فاهم هو بيعمل ايه، اصابات عبد الله السعيد وناصر ماهر وغيابات ناصر منسي ومشاكل الدنيا والاخره في نادي الزمالك. رغم كل ده نادي الزمالك لسه في المنافسه، فارق 4 نقط عن بيراميدز و3 نقط عن النادي الاهلي. نادي الزمالك في ترتيب الهدافين الاول امام عاشور ب7 اهداف، والتاني ناصر منسي ب6 اهداف. رغم ان ناصر منسي ما بيلعبش، بس هي البركه جند من جنود الله فعلا. فسبحان الله سبحان الله، النادي الاهلي دخل عمل صفقات فيلم رعب. اي فريق دلوقتي بيقابل النادي الاهلي هو داخل على كابوس حرفيا. لما تبقى عندك حسين الشحات، قفشه، امام عاشور، مروان عطيه، واشرف بن شرقي، الشناوي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، علي معلول، ويحيى عطيه الله، ومحمد هاني، عمر كمال عبد الواحد. انت عندك، مش عايز اقول فريقين، انت عندك 3-4 فرق. انت عندك وفره في اللعيبه، غير كمان ان انت هينضم ليهم محمود تريزيجيه جاي من طرابزون التركي، وجراديشار طبعا المرعب. يعني انت عندك جراديشار واسامه ابو علي. يعني متخيل الاهلي بقى فيلم رعب حرفيا. كل الناس قالت ان خلاص كده الموضوع خلص، الاهلي بطل الدوري، ولكن سبحان الله كل المليارات اللي اتصرفت دي وبيراميدز متصدر الدوري بفارق نقطه عن النادي الاهلي، والزمالك لسه في المنافسه بحاجه غريبه وعجيبه. يعني ممكن، ويعني بعض الناس هتقول لي صعب يحصل الكلام ده، بس انا بقول لك ان احتمال كبير ان الاهلي يلعب الزمالك والزمالك يكسب الاهلي عادي جدا. هدف كرة اي كلام، الجزيري يخطف جون ناصر منسي، تعرفش ساعتها. كل المؤشرات وكل الوقائع بتقول ان الاهلي هو اللي هيكسب، ولكن احتمال فوز الزمالك احتمال موجود، احتمال ان الماتش يخلص تعادل احتمال موجود. بس كل ده بشرط ان لاعبتنا مش مطلوب منهم ان هم يأدوا، ان هم يفضلوا رجاله بس مع بعض كده. وشفنا يعني انت الكرة لما بتديها هي بتديك. دونجا ما شاء الله هدف قنبله صاروخيه، ما يقلش عن اهداف امام عاشور، بل بالعكس انا بعتبر هدف دونجا وتسديدته الصاروخيه دي اجمل هدف في الدوري السنه دي. نخش بقى نتكلم في موضوع الصفقات. نادي الزمالك جاب لحد دلوقتي 3 صفقات بس، للاسف ان هما 2 مدافعين وواحد خط وسط، احمد حسام وصلاح مصدق، وده لعيب كويس جدا في الدفاع، هيبقى اضافه قويه مع حسام عبد المجيد، هيقوي دفاع نادي الزمالك جدا. والناحيه الثانيه جاب في خط الوسط محمود جهاد، لعيب كويس جدا. وان كنت الواحد قلق بصراحه لما شاف محمود جهاد وهو ماسك العضله الضمه ومجهد وتعبان، بس الحمد لله ان اللعيب سليم ومكمل معانا ان شاء الله. ده طبعا الصفقات دي بتعمل تنافس للفريق وبتقوي الفريق وبتخلي بقى كل واحد عارف ان مكانه مش مضمون، واللي بيتنطط وعمال مش عايز يمضي وهمشي ومش همشي. لو جه لعيب كويس في مكانه غصب عنه هيمضي، وهيمضي بالنص معروف. الزمالك بقى دلوقتي بيسابق الزمن في مفاوضات عشان خاطر يضم جناحين، جناح افريقي وجناح من تونس احمد الجفالي، وفي مهاجم جناح افريقي اسمه زادي كده، هو هداف الدوري الايفواري، لاعب كويس جدا برضو. واللعيبه الافارقه الجناحات الافارقه بيبقوا، لو اللعيب ده صح هتتفرجوا على لعيب زي مليك ايفونا كده وزي ستانلي،
لعيب كويس جدا، بس لو خد فرصته مع نادي الزمالك. بنتمنى ان شاء الله ان مجلس الاداره يتحمل مسؤوليته ويقدر يوفر الجناحين دول، لان لو وجود واحد في الجناح اليمين مع زيزو هيخلي زيزو يعني ما يحسش ان هو لوحده، ان مفيش بديل. وطبعا مصطفى شلبي لا حول ولا قوه الا بالله، مع ان مصطفى شلبي حاجه غريبه جدا، بيعمل مساهمات وبيجيب اهداف، بس الجمهور بينتقده بشراسه سواء اهلاويه او زملكاويه. طب ايه المطلوب من مصطفى شلبي؟ يعني هو الراجل مش بقول لك بقى شغال على قد امكانياته، ده شغال فوق امكانياته. بنتمنى ان احنا نبقى رجاله ونقف ورا لاعيبتنا وندعمهم ونساندهم. اكتبوا لنا في الكومنتات رايكم في الصفقات اللي عملها نادي الزمالك، ومين اللي بتتمنى ان هو ينضم لنادي الزمالك في صفقات الميركاتو الشتوي 2025. وما تنسوش تدعمونا من لايك للفيديو واشتراك في القناه وشيروا فيديوهاتنا عشان توصل لاكبر عدد من المشاهدين والمشتركين. بشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات على قناتكم يوميات زملكاوي.